اليوم كان يوم حافل ونشط للجان الشعبية في مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى القوى الوطنية والإسلامية. كان اليوم تعبير عن تقليصات أو ضد التقليصات التي تقوم بها وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين. الأونروا من خلال المفوض العام لها أعلنت أنها بصدد تقليص بعض الخدمات المتعلقة بالبرامج الأساسية، وهذه تشكل خطورة وسابقة في الأونروا. كانت دائما التقليصات تكون في برامج الطوارئ، لكن الآن في البرامج الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذا شكل خطورة لدى اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في برنامج التعليم، وهذا يؤثر على المستقبل التعليمي والمستقبل الوطني لشعبنا الفلسطيني. الأونروا أعلنت أنها بصدد تأجيل العام الدراسي أو افتتاح العام الدراسي. أعلنت أنها بصدد عدم توظيف مدرسين جدد في العام الدراسي ولمدة 5 سنوات أخرى. أعلنت أنها ستوقف برامج العقود الموجودة داخل المدارس وداخل البرامج التعليمية. أيضا ستزيد عدد الطلاب في داخل الفصل إلى 50 طالب. هذا كله يؤثر على التحصيل العلمي لطلابنا، يؤثر على الخريجين، يؤثر على المستوى المعيشي الذي نحياه في قطاع غزة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي نحياها. كل هذا أيضا تؤثر على مستقبل اللاجئ الفلسطيني، لأن هذه من شكل سابقة خطيرة كما تحدثت عن دور الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كذلك في برامج الصحة، الأونروا بصدد تأجيل إلغاء بعض البرامج الموجودة ضمن دائرة الصحة كالإشعة والعلاج الطبيعي والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على برامج الصحة في الأونروا. إذا ذهبت إلى عيادة للاجئين في أي مخيم من مخيمات اللاجئين الثمانية ستجد الزخم الكبير على العلاج بهذه المؤسسات الصحية، لأنها تشكل البديل لدى الحكومة التي تفتقر إلى الأدوية ودفع الأموال. هذه الناس، يعني اللاجئ الفلسطيني مقابل الخدمة المجانية والأدوية الموجودة في الأونروا، تجد كثير من المرضى يذهبون إلى الوكالة. الوكالة اليوم تريد أن تقلص هذه الخدمات كلها وتجعل هناك فقط الرعاية الأولية التي تقدم للاجئ الفلسطيني. كل هذه الأمور أثرت وتؤثر على أبناء شعبنا من اللاجئين. لذلك قامت اللجان الشعبية ومعها القوى الوطنية والإسلامية بتظاهرة كبيرة شعبية حشدت فيها أعداد كبيرة من أبنائنا اللاجئين وكثير من المتضررين، وأعلنت عبر بياناتها وعبر الإعلام أنها بصدد الاستمرار في هذه الاحتجاجات وهذه الاعتصامات ضد تقليص الأونروا لخدمات اللاجئين الفلسطينيين. ونحن ننظر بهذا الأمر بخطورة كبيرة، ونخشى أن الأونروا تريد أن تسعى إلى تقليص وجودها أيضا في قطاع غزة أو في مناطق عملياتها الخمس. هذا أيضا دائما، يعني اليوم سمعنا أنه الأونروا ستعقد اجتماعا مع ممثلي اللجان الشعبية في المخيمات لتبحث هذا الأمر من أجل الوصول إلى حلول لهذا الأمر. الأونروا ما زالت تقول أنها لن تؤجل العام الدراسي. الأونروا تقول أنها تواجه أزمة مالية سببها عدم دفع الدول المانحة لالتزاماتها المالية. الأونروا تواجه عجز مالي بقيمة 100 مليون دولار، هذا ما تقوله الأونروا. لكن هذه الأمور ليس مسؤول عنها اللاجئ الفلسطيني، المسؤولية تقع على الأونروا نفسها. هي المسؤولة عن جلب الأموال تجاه دعم برامجها الخدماتية والإغاثية للشعب الفلسطيني اللاجئ الذي هجر من أرضه بقوة السلاح والإرهاب عام 48. هذه هي مسؤولية الأونروا ومسؤولية المجتمع الدولي الذي هجر الفلسطيني من أرضه وأقام بدل منها مستعمرات إسرائيلية على أراضيهم المدمرة. لذلك الأونروا هي المسؤولة، والدول المانحة والمجتمع الدولي هو المسؤول عن توفير الأموال والدعم اللازم لدعم اللاجئ الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية. لذلك ليست مسؤولية اللاجئ أن يطالب هذه الدول، إنما نحن ندعو هذه الدول إلى توفير الالتزامات المالية تجاه الأونروا، ولكن أيضا نتمسك بالأونروا لأنها هي عنوان اللجوء الفلسطيني. إذا تخلت الأونروا عن التزاماتها وعن مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، هي بذلك تتخلى عن اللاجئ الفلسطيني وعن حق عودة اللاجئ الفلسطيني. قرار تفويضها أن تبقى الأونروا موجودة إلى أن يعود اللاجئ الفلسطيني إلى الأراضي التي هجر منها عام 48. تبع أنه الأشخاص الذين يتفاوضون مع الأونروا حول المشكلة في الكنيسة،
هل انه انت بحاجه انه يكون شخص واحد يتفاوض معهم، ولا هي تتفاوض مع كافه اللجان والتشكيلات؟ هي تتفاوض مع ممثلي اللجان الشعبية كرؤساء اللجان الشعبية. هؤلاء هم الذين بيمثلوا على اعتبار أنهم جزء من منظمة التحرير الفلسطينية أو يتبعون منظمة التحرير الفلسطينية، فهم باعتبارهم يمثلون اللجان الشعبية في داخل المخيمات. لكن في النهاية أن هؤلاء إذا كانوا بيمثلون فهم الذين يتحملون أي قرار يمكن أن يصدر عنهم، يتحملون أي قرار أو موافقة من قبل الأونروا على أي تقليصات يمكن أن تحدث أو يوافقوا عليها. لذلك هم الذين سيتحملون المسؤولية أمام جماهير اللاجئين عن أي إجراءات يمكن أن تتخذ إذا هم لم يقوموا بالفعل اللازم والفعل على الأرض تجاه دعم اللاجئ الفلسطيني ووقف انتهاكات الأونروا تجاه حقوقهم. ما المطلوب من اللاجئ الفلسطيني، وخاصة هناك بعض التقصير؟ اللاجئ الفلسطيني عليه أن يقف بكل قوة أمام هذه الإجراءات التي تمارسها الأونروا، عليه أن يشارك في كل الاعتصامات وكل الاحتجاجات التي يمكن أن تساهم ولو بشكل بسيط في رد حق من حقوقه. علينا أن نقف جميعا ضد سياسة التقليص في التعليم، لأن هذا هو مستقبل أبنائنا. إذا تقلص العام الدراسي إلى اختصاره إلى 4 أشهر أو تمديده إلى 4 أشهر أخرى، هذا يؤثر على مستقبله، يؤثر على اختصار العام الدراسي، يؤثر على منهاجنا، يؤثر على التحصيل العلمي. هناك دراسة صادرة عن الأونروا تقول أن التسرب من المدارس نتيجة انعدام التحصيل العلمي أو قلة التحصيل العلمي حوالي 75% من أبنائنا. إذا هناك نسبة كبيرة. كذلك لما يكون هناك 50 طالب في الفصل، أين سيكون التحصيل العلمي؟ هل يستطيع المدرس الواحد أن يقدم كل ما لديه من علم ومن منهج لهؤلاء 50؟ سيضطر كثير من أبنائنا إلى الذهاب إلى الدروس الخصوصية، لأن هنا أثقلت كاهل الأسرة. هذا أيضا كله يؤثر على وضعنا كلاجئين فلسطينيين، يؤثر على أيضا ضمن المخطط اللي هو المستوى المعيشي الذي نحياه في ظل قطاع غزة. كل هذه التزامات تقع على كاهلنا وعلى كاهل الأب في الأسرة أو الأسرة اللاجئة. كل هذا ستدفع الأونروا باتجاهه حتى تثقلنا وتزيد من حصارنا وتزيد من النكبات التي نعاني منها، علما أن الأونروا تقول أن هناك بطالة بين اللاجئين حوالي 60%، وأن 80% من أبناء اللاجئين الفلسطينيين يتلقون المساعدات. إذا كيف هي تقول ذلك وهي تزيد من هذه المعاناة وتزيد من هذه الإجراءات التي تمارسها وتنتهك بحق اللاجئين الفلسطينيين؟ علينا كلاجئين أن نقف جميعا يد واحدة تجاه هذه الإجراءات. علينا جميعا كلاجئين أن نشارك في كل الاعتصامات وفي كل الاحتجاجات ضد ممارسات الأونروا التعسفية بحق اللاجئين. المستفيدة من تقليصات الأونروا هي إسرائيل. إسرائيل دائما تطالب بإنهاء دور الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لأنها تعتبر أن الأونروا هي عنوان اللجوء الفلسطيني. إذا انتهت الأونروا من مهماتها تجاه اللاجئ الفلسطيني، ذاك تنتهي قضية اللاجئين الفلسطينيين. لذلك إسرائيل هي الدولة الوحيدة والدولة المستفيدة من هذا الإجراء. هناك كثير من الدراسات وكثير من البحوث التي صدرت لصالح إسرائيل ولصالح الدول المانحة، كلها تطالب بتقليص الخدمات الاجتماعية اليوم كشؤون اجتماعية أو خدمات طوارئ تقدم اليوم حسب الحاجة، وهذا بناء على توصيات من مراكز أبحاث ودراسات أن تقدم للاجئ الفلسطيني، ليس لكل اللاجئين الفلسطينيين كما أنشئت الأونروا تجاه هذا الهدف، إنما اليوم تقدم المساعدات لمن يحتاج هذه المساعدة وليس لكل اللاجئين الفلسطينيين. اليوم كثير من خدمات الأونروا تم تقليصها منذ الثمانينات إلى اليوم من القرن الماضي، وتم تقليص خدمات. تقليص الخدمات ببطء، كأن الأونروا تريد أن تسعى ببطء إلى إنهاء خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتسليم هذه البرامج الثلاثة الأساسية الموجودة ضمن خطة الأونروا إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية أو إلى مؤسسات الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. لذلك ندعو الدول العربية أن تكون حذرة تجاه هذه القضية، أن ترفض تماما تسلم مهام الأونروا، أن يتم الأونروا مسؤولية كاملة ومسؤولية مباشرة عن اللاجئين الفلسطينيين إلى أن تتحقق حقوقهم في عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48. ما المطلوب من موظفي الوكالة ومن الفلسطينيين عامة؟ الموظف الأونروا دائما هو محصور ومقيد بقيود الأونروا، لذلك هو لا يستطيع أن يمارس دوره في الاحتجاج ودوره في التقليصات التي تمارس ضد أخوته من اللاجئين الفلسطينيين. لكن حينما يكون الأمر منوط به وبراتبه وبأشياء ترتبط به هو شخصيا، نجده يعتصم ونجده يخرج
ليطالب بهذا الحق. فلماذا هذا المدرس وهذا الطبيب وهذا العامل وهذا الموظف داخل الأونروا ألا يخرج اليوم لكي يمارس حقه في الاعتصام وحقه في الاحتجاج ضد ممارسات الأونروا التي تمارس ضد إخوانه وضد أبنائه؟ فهو جزء من هذه المسيرة، هو جزء من المسيرة التعليمية، هو جزء من المسيرة المرتبطة ببرامج الصحة ووكالة الغوث. هذا هو مهمتهم اليوم أن يخرجوا ليدافعوا عن إخوانهم وعن أبنائهم وعن حقوقهم التي يطالبون بها أبنائهم من اللاجئين. الموظف في الأونروا هو جزء من هذا الشعب، وهو إذا لم يكن لاجئا لم يكن هناك له وظيفة في داخل مؤسسات الأونروا، وهو تم توظيفه لأنه لاجئ. لذلك عليه أن يخرج ويدافع عن حقه، لأنه أيضا الحق هذا في يوم من الأيام سيصيبه، ولن يجد من يدافع عنه في يوم من الأيام. لا يريد أن يكون عونا للأجنبي وعونا للأداة تجاه إخوانه، لا يكون صوتا في يده ليحارب به إخوانه، يكون عونا لهم. على هذا الموظف العربي في داخل مؤسسات الأونروا أن يقف وقفة مشرفة مع إخوانه من اللاجئين الفلسطينيين، ولا يكون عونا للأجنبي ولا للأجانب الموجودين في داخل الأونروا لكي يحارب إخوانه من اللاجئين، لأنه في يوم من الأيام سيطاله التقليص وسيطاله الفصل وسيطاله كل الإجراءات التعسفية بحقه والانتهاكات بحقه كموظف في داخل الأونروا. والدور قادم، أقولها له، الدور قادم عليه، لأنه ما يحدث اليوم من انهاء عقود الموظفين في داخل الأونروا، من عدم توظيف للمدرسين، سيجد في يوم من الأيام الإجراءات هذه التعسفية ستطال هؤلاء المدرسين. عليه اليوم أن يقف لكي يدافع عن حقه الذي يمكن أن يقلص في المستقبل، أن يثبت وجوده وحضوره، أنه له حق في الدفاع عن حقه، في حق الدفاع عن حق أبنائه، الدفاع عن حق إخوته من اللاجئين الفلسطينيين.